مالت يا بيضون، انت مش ملاحظ انك معطلني بما فيه الكفايه؟ وانت عارف ان الكوافير مستنيني جوه وعمال تلف وتدور بكلام ملوش لازمه. بالراحة شوية عليا يا نجمة، سلولي. انت عارفة ان مصلحتك تهمني وانا جاي النهاردة مخصوص عشان اوعيك. توعيني من ايه يا اخويا؟ الشغلانه دي انا سبتها خلاص، والمحل مش هرجع له تاني، وحتى البدل رميتها. جاي دلوقتي تبيع لي ان انا ارجع وتقولي الجوازه خنقه وقرف؟ انت مال اهلك؟ مين قال الجواز خنقة وقرف؟ انا قلت؟ هو قال؟ انت قلتي؟ يا رمانة الجواز رضا وقبول، وانت عندك القبول وانا ما عنديش الرضا، يبقى الجوازة دي مش هتتم. اطلع بره يا ملط. بتطرديني؟ اي جو؟ ايوه جو، وناوي دلوقتي حالا قبل ما الم عليك الخلق واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. وانت عارفني كويس، بيني وبين الجنان هسه ما تدوسش عليها انت. في شعرايه بين الجنان والعبط، حاولي ما تقطعيهاش. انت عايز توصل لايه بالظبط؟ مش عايزك تخسري كل حاجه عشان شويه احلام عبيطه. انا جاي النهارده مخصوص عشان مصلحتك. مصلحتي ان اتجوز اللي انا بحبه. خميس مش هيتجوزك. اطلع بره بره. ماشي ماشي يا نجمه، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزنبليطه. غور يا ابن الكلب. دوج اشيك، دوج يعني بوبي، يعني رمز الوفاء والامل، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه. هو كل شوية برص الحيطة ده يجي يحرق دمنا ويسم بدنك يا أبلة؟ الحق يا بيسا، ده بيقول لي الجوازه مش هتتم. قطع لسانه ده من قهرته يا أبلة. انتي ناسية كان بيحط في كرشه قد ايه من وراكي؟ ده ديته شبشب يلزق على الحيطة ما ينزلش تاني. والواد بتفتح الباب بالسيجاره. انا قلت امي هتعلقنا وهتخلينا نمسح البلاط زي الحريم. اصل بصراحه شكلنا كان زباله قوي. شكلك انت يا اخويا الزباله، انا مالي، انا ماليش فيه. انت شربت ايه؟ كرتونتين بيره على ازازتين ويسكي على قرشين حشيش؟ ادي عيب الدماغ الخفيفه. ده على اساس ان انت كنت فايق قوي وما اتدلقتش زي حالاتي. يا راجل ده انت اللي موصلني لحد باب اوضتك بايديك. اعمل ايه؟ ما انت سبتني تايه في الطرق مش عارف اروح فين لحد ما دخلت اوضتك. لا مراتك دي ايه؟ يا ساتر، ده كانت هتاكلني يا راجل. امال لما كانت بتتكلم كانت عملت فيا ايه؟ ربك بيسترها مع الغلابه اللي زينا. اهو ما سترهاش المره دي. صباح الفل يا حاجه. صباح الفل يا حاجه. بالذمه ما انتوش مكسوفين من نفسكم؟ وكمان بتضحكوا؟ دي عامله تعملوها؟ معلش يا حاجه، يعني ما فيهاش حاجه اما الواحد دماغه تلف شويه. يعني هو الظاهر ان احنا كده تقلنا في السهر حبه. اذا كان خالك كبر ودماغه بتلف من كاس ولا من حجرين. والله حتما انت لازم عينيك تبقى في وسط راسك. ده احنا املنا في ربنا وفيك، ما احناش حمل ضربه تانية. معلش يا حاجه ما تكبريش الموضوع كده. ايه المشكله يعني؟ الخال وسكر وهيس ودماغه راحت منه. ده الخال اللي هايس على اساس انت مظبط نفسك يعني. ده انت كنت صعبان عليا والله. أنت اسمعوني كنت ماشي كويس كده. وبلاش رغي. حفله العمروتي حتما لازم تستغلوها، ولازم توصلوا معاه لاتفاق على شغل جديد، فاهمين؟ واحنا معانا قرشين كويسين. طمني، العمروتي حبيبني وحاططني في دماغه وشاريني على الاخر. النوح مش هيسكت، هيفضل يحرجم كده لغايه ما يضرب مفك في محبته ليك. اوعى تديله الفرصه دي. النوح جه لغايه عندك هنا يا حاجه، جه وقدم فروض الولاء والطاعه، معنى كده ان هو مسلم. النوح ده تعبان، يفضل لابت في الجحر لغايه ما يبخ سمه ويلدغ لدغته. اوعى تديله الامان يا ابو سن. كل سم وليه ترياقه يا حاجه، ويتوب علينا ربنا.